السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حسام ميدو كان بيقول لك اشمعنى الزمالك؟ اشمعنى الزمالك؟ ليه بتفرغوا الزمالك؟ طب ما أنا قادر معايا شيكات مفتوحة وقادر أجيب لعيبة من الأهلي، بس دي مش سياستنا. طيب تعالوا نخلي ميدو يرد على ميدو. تعالوا اسمعوا معايا كده، هو هيرد على نفسه. اسمعوا ونرجع نكمل مع بعض تاني. موضوع عبد الله السعيد موضوع شائك، ولكن المستفيد الاكبر فيما حدث هو نادي الزمالك. جميل. لان نادي الزمالك ضيع على النادي الاهلي لعيب. الاهلي كان بيستفيد منه بشكل جيد جدا فنيا، ولعيب عنده خبرات كبيره جدا، ولعيب هيبقى صعب جدا على الاهلي تعويضه. مم. و... و... وفي نفس الوقت الزمالك استفاد ماديا بشكل كبير جدا من موضوع عبد الله السعيد مم. في اللي جاي. في اللي جاي، مم. حتى يتنازل عن ايقاف عبد الله مم. السعيد. مم. استفاد بشكل كبير جدا. حلو. فخلينا نقول ان مجلس الاداره بتاعت الزمالك ومرتضى منصور في موضوع عبد الله السعيد لا، طلعوا معلمين. مم. طلعوا معلمين قوي يعني. طب كانوا هيبقوا معلمين اكتر لو كانوا صبروا اسبوعين واللعيب كان بقى في الزمالك. كان ممكن في رايي ان الافصاح عن الاسم والصفقه وكده كان سبب رئيسي في ان اللعيب ممكن يضيع من الزمالك فنيا، ولكن مم. كده كده الزمالك كسبان. حلو. الزمالك كسبان قوي مم. من موضوع عبد الله السعيد ده. ماشي. والاهلي خسر كتير. مم. الاهلي خسر كتير. طبعا. خسر آه اهم لعيب في مصر، اهم لعيب في صفوفه كمان. لعيب صعب تعويضه طبعا. على المستوى الفني. الكلام ده كريم قبل ما الاهلي يلخبط انا قلته. مم. قلته في كل حته مم. ان غياب عبد الله السعيد عن الاهلي هيفرق. هيفرق كتير مع الاهلي. الاهلي قوته في النظام السيستم اللي موجود جوه الملعب، مم. وكان عنده ثلاثه قدام جامدين جدا: عبد الله السعيد وازارو واجاييه. زي ما سمعتوا كده مع بعض، ميدو اللي بيقول لك اشمعنى الزمالك، واللي بيقول لك انا معايا شيكات مفتوحه وعندي استعداد امضي لعيبه من الاهلي، وبس دي مش سياستنا، انا اجيب اللي انا محتاجه. هو يا سبحان الله، يا سبحان الله، لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله.